بيبدأ فيلمنا مع شيريل وبنشوفها وهي منهارة، وبيكون واضح عليها الحزن بسبب إن هي مجتهدة جدا في حياتها ولكن نصيبها من الدنيا محدود. فبتحاول أختها تهديها في التليفون وبتفهمها إنها المفروض تخفف مصاريف هي ومايكل شوية. وبنلاقي شيريل استجمعت كل قوتها وبتقرر إن هي تجمع كل حاجتها وبتقرر تسيب البيت وبتمشي. وبنلاحظ إنها بيجيلها اتصال من مايكل ولكنها بتتجاهله. وبتعدي سنين كتير وبنلاقيها اتغيرت تماما، حتى اسمها اتغير وبقى نوفا، وبيكون واضح إن هي بقت سيدة أعمال معروفة. وبنشوفها وهي في عربيتها وبنلاقيها بتتخيل وجود شاب أسمر اللون واقف بعيد، وفجأة عربيتها بتتخبط وبيكون واضح عليها إنها كانت بتتخيل. ولما بتروح البيت بنشوفها مع جوزها إيان وأولادها سباستيان وصوفيا، وبيكون واضح كمان علاقتها الحلوة جدا بجوزها. وتاني يوم بنلاحظ إن هي بتحافظ جدا على باروكتها، وبنشوف كمان إن هي طول الوقت مخبية شعرها الحقيقي وما بتكشفوش لعيلتها حتى. وبنعرف إن هي بتشتغل مدرسة في مدرسة مستواها عالي جدا، وبنشوفها وهم بيهنوها بترقيتها لنائب المدير. وبعد ما بتخلص التهنيات بنشوف ابنها واقف مع عامل نظافة في المدرسة وبيكون برضو أسمر اللون، وبتتعصب عليه جدا وبتحذره من إنه يتكلم مع حد غريب مرة تانية. ولما بتطلع الفصل بتشوف سباستيان ابنها داخل لمكان بعيد، ومن خوفها عليه بتنزل تعنفه بالكلام، وبيكون واضح إن في شيء غامض ومخيف هي مخبياه. وأثناء ما بتكون في طريقها مع صوفيا بنتها علشان توصلها لصالون التجميل بيفضل يجيلها خيالات مرعبة من الشاب الأسمر، وبتلاحظ صوفيا عليها إنها توترت جدا، وبيكون الشعر المستعار مضايقها وواضح إن هو مسبب لها حساسية. وبتوصل بنتها وبتكمل في طريقها للبيت، وأثناء ما بتكون مع إيان جوزها وأصحابهم بتشوف من الشباك نفس الشخص داخل عليهم وبتنزعج جدا وبتبدأ تنهار. وبعدين بتقول لهم إن في شخص غريب عايز يقتحم البيت، ولما بيبصوا ما بيلاقوش حد موجود. ولكن فجأة بنكتشف إن صوفيا بتوصل للبيت وبتعجب جدا بتسريحة شعر بنتها، وبيكون واضح إن في عقدة نقص عندها ومشكلة كبيرة في شعرها إحنا لسه مش عارفينها. وبيوصل سباستيان للبيت وبيزعق معاه والده إن هو اتأخر، ومرة واحدة بتنفعل عليه نوفا جدا بسبب ردود فعله وبتضربه بمنتهى القسوة. وبيلاحظ أيان إن أعصابها متوترة على غير العادة. وبالليل بتتفاجئ نوفا بإن جدران بيتها بتتشقق بشكل مخيف والتلفزيون بيشتغل تلقائي على فيديو لعيد ميلاد طفلة صغيرة. وبتترعب نوفا وبتنهار من الصريخ، وبنلاقي شعرها ابتدى يتجمع في ايديها، ولكن هنا بنكتشف ان هي كانت بتحلم في الاخر. وتاني يوم بتحاول تاخد بعض الحبوب المهدئة، ولما بتروح المدرسة بتطلب من مديرها ان هو يفصل عامل النظافة لانه ممكن يضر ابنها، ولكن ما بيكونش فيه دليل قاطع على كلامها. واثناء ما بتكون بتدرس بيرن الجرس لانتهاء الحصة، وبنلاقيها بتدخل لمكان عامل النظافة وكأن في حاجة غريبة بتشدها لمكانه. وبتدخل الحمام وبتلاقيه موجود وبيبدأ يهددها بالقتل لأنها كانت السبب في مسح حياته هو وشخص اسمه ديون. وبتنكر الكلام اللي بيقوله وبتهرب منه وهي مرعوبة. ولما بتروح البيت بيكون واضح عليها إن هي مخبية حاجة كبيرة عن عيلتها. وبنروح لمكان فيه حفل خيري اللي هي بتكون رئيسته، وبتشوف الشاب الأسمر موجود فبتغضب نوفا جدا وبتبدأ تنهار في الكلام. ولكن المرة دي بنقدر نفهم القصة كاملة لما بنلاقيه بيرد عليها وبيقول إن هي تبقى أمه. وبنرجع فلاش باك، وفي أول يوم جه الشاب الأسمر اللي بيبقى اسمه كارل وأخته اسمها ديون، وبيختاروا فندق ليهم لمدة أسبوع على قد الفلوس اللي معاهم. وبيكون هدفهم الأساسي هو أذية نوفا وولادها لأنها تخلت عنهم وهم أطفال صغيرين، وإن هي ادت كل الحب لأولادها التانيين. وفعلا بنلاقي كارل ابتدى يراقب والدته وهي بتعزم مديرة صالون شهير للحفل الخيري. وديون بتقرب من صوفيا وبتطلب منها الحساب الشخصي بيها. ولما بتروح البيت بتكون متشوقة جدا إن هي تقبل طلب الصداقة علشان تقدر تشوف صورها، ولما ده بيحصل بتكون سعيدة جدا وبتبتدي تحبها قبل ما يكونوا صحاب حتى. ومن ناحية تانية بيكون كارل بيحاول يقرب من سباستيان وبيعلمه أسوأ العادات زي شرب السجاير مثلا، وبيكون غرضه الأساسي هو تدميره. وبنلاحظ فعلا إن خوف نوفا على أولادها كان في محله، ولكن للأسف بتبقى نسيت إن كارل وديون هما كمان أولادها. وبيكون واضح كمان إنها ما عندهاش أي مشاعر ليهم نهائي. وبنكمل مع ديون وهي مع صوفيا في الفندق، وأثناء ما بيكونوا مبسوطين مع بعض بيتقلب الوضع لشيء محزن على ديون. وبتحس من كلام صوفيا إن والدتها بتحبها جدا وقضت معاهم أيام طفولة جميلة، وده الشيء اللي كان ديون بتحاول توصله طول عمرها. ولكن للأسف بسبب مشاعر نوفا اللي كانت مقتولة كأم بالنسبة لهم، وإن هم ما عاشوش أي لحظة حلوة من يوم ما هجرتهم وسابت البيت علشان تقدر تحقق ذاتها. وفي نفس الوقت بنشوف كارل مع سباستيان وهو بيكمل تعليمه العادات السيئة، والمرة دي بتبقى شرب جرعات عالية من الكحول، وبيكون ناوي إن هو يقتله. وبيطلب منه علشان يكون راجل مش مجرد ولد صغير لازم يقوي قلبه ويقف على السور واللي بيبقى مكان عالي جدا. وبنشوف كارل وهو ناوي يتخلص منه ولكنه بيتراجع عن الفكرة دي لما بيلاحظ ان هو تبول من كتر خوفه وبيصعب عليه. وبعدها بيحاول ياخد له حقه من صاحبه المتنمر وبيكتفه وبيغطي وشه بكيس بلاستيك، وبيسيب الحرية لسباستيان ان هو يعمل فيه اللي هو عايزه.
وبعدها بيرجع للفندق وبيشوف ديون حزينة وبيعنفها بالكلام لما بيعرف إن هي عرفت صوفيا مكانهم، وبيحس في الوقت ده إن هم حبوا إخواتهم فعلا من قلبهم وكانوا كارهين إن ده يحصل، وبيطلب منها إن هم يرجعوا تاني لبلدهم ويسيبوا المدينة لأن مفيش حد عايزهم هنا، وإن حتى والدتهم فهي كارهة وجودهم، ولكنها بتقوله إن هي اتعزمت للحفل الخيري وإن ده بسبب قلة فلوسهم اتحرمت من أي حفل وإنها نفسها تروح الحفلة دي. وبنرجع للحاضر مرة تانية وبنشوف ديون وهي منهارة على والدتها نوفا اللي أساسا اسمها شيريل وبتفضحها قدام الناس كلها في الحفلة. وبعدها بنشوف شيريل مع عيلتها وبيكون إيام مصدوم من إن هي خبت عليه طول الفترة دي، وبيبقى مش مصدق إن هي ممكن فعلا تعمل كده، حتى أولادها بيكونوا في نفس الصدمة وبتحاول إنها تبرر لهم، ولكن الصدمة بتبقى أكتر لما بيعرفوا إن هي اتخلت عنهم من 17 أو 15 سنة ومش متخيلين إزاي هي ما كانتش بتحسب السنين اللي فاتت علشان تشوفهم، ولكنها بتقاطع كلامهم وبتقول لهم إن هي تحل الموضوع وتحكي لهم كل حاجة بعدين، وبتسيبهم وبتمشي. وبنشوفها وهي قاعدة مع أولادها كارل وديون وبتحاول تعتذر لهم، ولكن لسخرية القدر بتبقى قصدها تعتذر لهم عن اللي حصل في الحفلة مش اللي عملته معاهم في حياتهم، ولما بيعاتبوها عن اللي عملته بيبقى باين عليها إن هي أسفة على اللي حصل وعينيها فيها شغف، وبتحس ديون إن هي تروح تعيش معاهم في بيتها مع أخواتها، ولكن الصدمة إن هي بتديلهم فلوس وبتطلب منهم إن هم يرجعوا مرة تانية لبلدهم، وبيحسوا هنا بخيبة الأمل. وبترجع شيريل مرة تانية للبيت وبنشوفها أول مرة من شعرها، وبتكون دي آخر حقيقة كانت مخبيها عنهم طول حياتها، وبيبقى أيام باين عليه الصدمة، ولكن من حبه ليها بيحاول يقف جنبها ويدعمها وأولادها بيعملوا زيه. وبعد مرور أيام بنشوف كارل وديون بيتسللوا البيت شيريل أثناء ما بتبقى نايمة هي وعيلتها، وبياخد كارل كل تليفوناتهم وبيبوظها، وبيكون واضح إن هم ناويين ياخدوا حقهم في لم شمل العيلة بطريقتهم الخاصة. وبعدين المية بتبدأ تغرق المكان وبيصحى سباستيان وبيلاقي كارل وديون واخدين راحتهم جدا في البيت، ولما شيريل بتصحى بتعرف إن هي أصبحت في ورطة ومن الصعب إن هي تعرف تخرج منها، وبيكون أيان مش عارف يتصرف ازاي وهو شايف كارل بيعنف مراته قصاده وبيعتدي عليها وبيضرب أيان كمان. وبتقول لهم ديون إن النهاردة هو يوم عيد ميلادها ولازم تحتفل مع عيلتها، وبيعزمهم كارل على العشاء، ولكن لما بتتصل صوفيا بيكون المطعم قفل، فبيقترح كارل إن هو يطلب الأكل وفعلا بيعملوا كده. وفجأة بيكتشف إيان إن اسم مراته الحقيقي هو شيريل، وبيحس إن هو عاش كدبة كبيرة جدا مع واحدة أنانية، فبيعرفها إن هو هيمشي في إجراءات الطلاق أول ما المشكلة اللي هم فيها تتحل. وبتقترح شيريل إن هي تلعب معاهم ويتقسموا الفريقين لأنها بتبقى ملاحظة الاضطراب النفسي اللي ديون وكارل فيه، وبتحاول تتماشى مع عقليتهم، ولكن لما بيبتدوا اللعب بيتعصب كارل وبيطلب من إيان إن هو لو عاوز يثبت رجولته يدخل لصالة الألعاب اللي عنده في البيت ويتحداه في رفع الأثقال، وفعلا بيحصل كده، وبيكون واضح إن إيان بيتعذب لأن قوته البدنية ما تستحملش كم الأوزان اللي بيديها له كارل، وفي نفس الوقت بيكون طلب الأكل جه مع سواق الدليفري، وبنلاحظ إن شيريل ابتدت تفكر في حاجة بس الغريب إن هي ما استنجدتش بيه، وبتخليه يستناها علشان تديله بقشيش. وهي في طريقها لأوضتها علشان تجيب محفظتها بتشوف جوزها وأمره منتهي بسبب الأوزان اللي بيرفعها، وبتطلع لفوق وهي عارفة إن جوزها فاضل عليه لحظات بسيطة، وأثناء ما بتكون فوق بيسمعوا الأولاد صوت صريخ والدهم وفجأة بيقع عليه الأوزان وفعلا بيموت. وبتنزل الأم وبتخرج للسواق وبيخرج بعدها كارل وبيسأل على والدته شيريل، ولكن الصدمة هنا إن هي بتكون اختارت تتخلى عنهم كلهم زي ما اتخلصت منهم قبل كده. وبيخلص فيلمنا واحنا شايفين نظرات أولادها اللي كلها حزن وخيبة أمل فيها. ولحد هنا بينتهي ملخص فيلمنا النهاردة، بس قبل ما تقفل الفيديو حابين نقولك إن المشاكل اللي بتواجهك لو ما حاولتش تسعى لحلها هتتضخم أكتر في الأول، وفي كل مرة هتحاول تتجاهلها هتتولد مشكلة جديدة، فالأفضل إنك تواجه مشاكلك على طول، وزي ما قالوا لنا زمان كل مشكلة وليها حل. وبكده بيكون خلص ملخصنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس، وسيبوا لنا رأيكم في الكومنتات وقولوا لنا إيه الأفلام اللي حابين نلخصها لكم.